بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متتبعي قناة شباب سبورت HD1، أسعد الله أوقاتكم بكل مساء، وأهلا وسهلا مرحبا بكم هنا في قمة من قمم الجولة الثامنة، القمة الأولى، حيث هنا على أرضية ملعب الشعب الدولي، والصدام ما بين الزوراء وأربيل هنا في منافسات الدوري العراقي الممتاز. الزوراء صاحب المركز الرابع ب5 انتصارات وهزيمة وحيدة وبدون تعادل، وبنقاط يجمعها الزوراء، قادم بها بقوة للمنافسة وللوصول إلى المراكز المتقدمة من الدوري. يواجه أربيل اليوم صاحب الانتصار الوحيد والتعادلات الأربعة والهزيمتين. إذا مشاهدينا متابعينا، الزوراء ب15 نقطة، نادي أربيل ب7 نقاط هنا على أرضية ملعب الشعب الدولي الذي يستضيف المواجهة رقم 12 على هذا الملعب، والمواجهة الرسمية بإجمالي المواجهات، نعم المواجهة رقم 26 ما بين الزوراء وأربيل. أربيل انتصر ب11 مناسبة والزوراء انتصر ب9. هنا في لوحة جماهيرية عادت بعد سماح لجنة الصحة، اللجنة العليا للصحة والسلامة، بعد الإذن وإشعال الضوء الأخضر لعودة الجماهير بنسبة 30%. طبعا الأمر الذي أفرح الجماهير لكي تحضر هنا جماهير الزوراء التي علمتنا دائما أن تحضر في المواعيد الكبرى. هنا في موعد كبير وصدام ما بين هولير أربيل وما بين النوارس هنا على أرضية ملعب الشعب الدولي. تشكيلة الفريقين نبدأها بكتيبة التونسي طارق جراية الذي يقود نادي أربيل في هذا اللقاء، بحراسة المرمى حسين علي، خط الدفاع البرازيلي فرناندو، هريب تحسين هردي سيامند، البرازيلي الآخر كاردوسو، وعلى اليسار كوسرت بايز، في المنتصف حيدر قلمان وكوفي فرانكو التيغولي والسيفين منصور، وأمامهم الثلاثي الشانتي كولد والشافيو ماموني الغاني والشيركو كريم. هنا تنطلق صافرة الحكم الدولي يوسف سعيد الذي يقود المواجهة الخامسة له هذا الموسم. نعم أيها الأحبة، الزوراء يدخل بحراسة المرمى حسين علي، خط الدفاع من هنالك علي ياسين، حيدر أحمد، عباس قاسم، زاهر ميداني، حسام كاظم، أمامهم مهدي كامل، سعد عبد الأمير ومؤيد عبد الباسط، وثلاثي الهجوم مازن فياض والمغربي حمزة الصنهاجي والجزائري صاحب ال4 أهداف الهواري طويل. نعم مشاهدينا متابعينا، طاقم التحكيم الذي يقود هذا اللقاء بقيادة القاضي الدولي يوسف سعيد، يساعد أمير داود، ومساعد ثاني ميثم خماط، وحكم رابع أحمد جمعة، ومقيم للحكام الدكتور صباح قاسم. تنطلق المواجهة رقم 26 مشاهدينا متابعينا، كرة لم تصل تقطع، ولكن من هنالك عباس قاسم يتابع الكرة بمتابعة سليمة، أبعدت بسلام، وبالتالي عادت ووصلت من هنالك صافرة يوسف سعيد التي تصدح هنا في ملعب الشعب الدولي أمام الجماهير الحاضرة هنا، الجماهير الزورائية. نعم أيها الأحبة الوفية تحضر، وعند سماع لي خبر نعم عودة الجماهير بنسبة 30% إلى المدرجات، عادت بسرعة، اشترت التذاكر. طبعا هذه أول قمة ضمن القمم الثلاثة في الجولة الثامنة. نعم في الساعة 7 صدام ما بين الفريق النجفي نعم عندليب الفرات، الفريقان النجفيان عندليب الفرات، نفط الوسط في كرة خطيرة الزوراء، تصويبة بعيدة جدا إلى خارج أرضية الميدان. نعم أيها الأحبة، ديربي النجف في تمام الساعة 7 ما بين نفط الوسط والنجف، وغدا إن شاء الله
ديربي بغداد، القيثارة، الصقور هنا على أرضية ملعب الشعب الدولي. من هنالك علاء قاطع حارس المرمى الذي يجلس اليوم في دكة البدلاء. من هنالك المتابعة نعم والحذر، المباراة أكيد لا تخلو عنها المتعة والإثارة وأيضا التحفظ والحذر. الفريقان نعم يبحثان عن نقاط الانتصار، نقاط المباراة. كرة من هنالك ماسن فياض على اليمين، وصلها لفائدة حيدر أحمد، حيدر إلى الأمام، وصلت خطيرة الزوراء لكنها سهلة، وصلت عند حارس المرمى حسين علي. الكرة السليمة لا وجود لحالة تسلل، وبتمريرة رائعة وانطلاقة، ولكن من هنالك بشجاعة حسين علي يخرج من مرماه ويلتقط الكرة. عادت وصلت الكرة على اليسار بانطلاقة لأربيل، محاولة للأصفر على اليسار، تمريرة، استلام، محاولة تصويب، ولكن من هنالك المتابعة الحاضرة بإبعاد من الدفاع عن طريق مهدي كامل، مهدي لمازن، مازن محاولة التمرير، الكرة لم تصل، قطعت وعادت ووصلت لمصلحة توغولي كوفي فرانكو. كوفي يستعيدها لمصلحة أربيل. آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في الجولة رقم 38 في الموسم الماضي على أرضية ملعب فرانسو حريري، وكانت زورائية ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. سجل لأربيل إنياس محمد، وسجل للزوراء على عبد الزهرة هدفين، وحسين علي من كرة ثابتة نعم رفع بها الزوراء رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني. في المركز الثاني بعد صراع مع نادي النجف والشرطة على من يحصد البطاقة الآسيوية، وحصدها الزوراء رفقة نادي النجف. الكرة وصلت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، جانبية من هنالك علي ياسين، والتعويل على هذا الحارس من قبل المدرب عصام حمد. الكرة أبعدت عن طريق حسام الظهير الأيسر في هذا اللقاء. من هنالك شيركو كريم، وبالتالي مرت الكرة إلى خارج أرضية الميدان، تحولت إلى ضربة مرمى لفائدة الزوراء، لفائدة الزوراء الباحث عن الانتصار السادس هذا الموسم. طبعا من أصل 6 مواجهات لعب الزوراء من أصل 7. طبعا لديه مباراة مؤجلة مع نادي الديوانية في حساب الجولة الأولى، وبالتالي الزوراء يبحث عن نقاط المباراة في هذه المواجهة، وأيضا ينتظر ولا ينسى المواجهة المهمة على أرضية ملعب الإدارة المحلية بمواجهة نادي الديوانية، طبعا عذرا لحساب الجولة الثالثة. تمريرة إلى الأمام، وصلت وعادت الكرة بمتابعة من هنالك عن طريق كوسارت بايز، وصلت لكاردوسو، كاردوسو لمصلحة الحارس حسين علي الشاب نعم الذي يعول عليه المدرب التونسي بكرة خطيرة. من هنالك متابعة عن طريق عباس قاسم، عباس والصراع مع الغاني الشافيو ماموني، وبالتالي ينتصر نعم عباس قاسم، وبالتالي تحولت الكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى ضربة مرمى لمصلحة علي ياسين، لمصلحة علي ياسين. الكرة لفائدة نادي الزوراء، ترسل إلى الأمام، موسم فياض بالراس، وصلت وعادت للصنهاجي المغربي، محاولة استعادة الكرة، وصلت وعادت مرة أخرى لمصلحة فريق نادي الزوراء على اليسار بمحاولة للانطلاق، بمحاولة مرور مؤيد عبد الباسط، قطعت من مؤيد، وعادت الكرة من هنالك على اليمين، طالت وبالتالي أبعدت وعادت للسوري نعم لفائدة زاهر ميداني. زاهر بظهر اللاعب هريم تحسين، هريم يستعيدها من هنالك على اليمين، وبالتالي سدت الكرة وتحولت جانبية لفائدة نادي أربيل، جانبية على اللاعب حسام كاظم. من هنالك اللاعب الاستلامة للاعب نادي أربيل الذي يتلقى الإسعافات الأولية خارج أرضية الميدان. من هنالك حكم اللقاء الكابتن يوسف سعيد من كركوك، نعم قاد في الموسم الماضي 21 مباراة لحساب الدوري العراقي الممتاز. الحكم الدولي
من هنالك سعد عبد الأمير، 3 أهداف في الدوري هذا الموسم. آخر هدف كان من علامة جزاء، نعم، في مرمى فريق نادي الكهرباء. من هنالك الصور التي اشتقنا لرؤيتها في مدرجات الشعب، هذا الملعب الذي صال عليه نادي الزوراء وجال بجماهيره. هنالك أندية تلعب بجمهورها، بدعم، بتشجيع، بحماس. هنا في المدرجات، نعم، التي تتكلم وتطلق الأهازيج هنا لدعم الأندية. أيضا نادي أربيل بنادي قاعدة جماهيرية كبيرة. أكيد شاهدنا في المباراة الماضية عندما لعبها في ملعبه مع نادي الكهرباء وتعادل 0-0. نعم، جماهير أربيل كانت حاضرة ومتواجدة. عادت الكرة من هنالك بتنويه رائع عن طريق المدافع، عن طريق البرازيلي فرناندو القادم من نفط الوسط. عادت الكرة لفائدة الزوراء على اليسار، محاول عن طريق مؤيد عبد الباسط، يرسل الكرة للأمام، وبعدت بالراس، عادت وصلت مرة أخرى ولكنها مرت من شيركو كريم، وبالتالي تحولت إلى خارج أرضية الميدان. من هنالك الغضب عن طريق مؤيد عبد الباسط، يطالب برمية تماس، ولكن يوسف سعيد والحكم المساعد له رأي آخر، وبالتالي هل لامست الكرة قدم اللاعب شيركو؟ نعم، الكرة عادت وتحولت جانبية لفائدة هريب تحسين لمصلحة أربيل. بالراس عادت، وصلت في منتصف الميدان، بالراس ترسل بنقلات بتمرير، هنالك من يبعد، هنالك من يهاجم، وبالتالي تحولت الكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية تماس. من هنالك حسام كاظم القادم من الشرطة نادي الزوراء، من هنالك أحمد حسن مكنزي اللاعب عماد، وأيضا حسن حويبيب دكة البدلاء الحاضرة هنا. طبعا الزوراء يلعب بدكة بدلاء متكونة من أحمد مكنزي، الحسن حويبيب على قاطع، أحمد فاضل، محمد رضا على مهاوي، عماد ومنتظر محمد، وأخيرا أحمد سرتي. هذه هي قائمة البدلاء، نعم، قائمة الاحتياط التي تتواجد في مقاعد البدلاء لمصلحة المدرب عصام محمد، يحصد اللقب الثاني مع الزوراء بعد لقب موسم 2017، يضيف لقب ثاني لخزائن الزوراء ولتاريخه وسيفي هذا المدرب، نعم، ابن نادي الزوراء وقائد المنتخب الوطني السابق، والذي قدم أداء رائع وحلق في سماء الإبداع رفقة نادي أمانة بغداد بجهود استثنائية قدمها هذا المدرب. نعم، أضاف اللقب الثاني كأس السوبر العراقي على حساب القوى الجوية، وبهدف في اللاعب الظاهر أمامنا في الصورة في اللقطة الماضية اللاعب ماسر فياض، تمريرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت من هنالك مهدي كامل وكوسرت بايز والأعصاب والحذر والترقب والتراجع والتحفظ من الفريقين، وبالتالي الكرة تمر وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الميدان. تحولت أول لقاء أقيم على ملعب الشعب كان في موسم 2002 في 19/2، انتهى بالتعادل السلبي 0-0. الزوراء فاز على هذا الملعب 6 مرات، أربيل فاز هنا 6 مرات، والتعادل حدث بينهم ب4 مناسبات. تمريرة وصلت حسام من هنالك التدخل، وبالتالي تحولت كرة كاردوسو، نعم، قلب الدفاع الذي يتواجد من هنالك إلى خارج أرضية الملعب. من هنالك حسام كاظم، لا نريد أن نشاهد هذه الصور يا حسام. ومن هنالك الحديث والنقاش الحاد مع المدرب التونسي طارق جراية، والاعتذار والروح الرياضية والحبية. هكذا صور نحبذ أن نشاهدها في دورينا، بعيدا عن التعصب وبعيدا عن النقاش الحاد والتعصب الكروي.
الكرة تعود من هنالك في المنتصف، حكم اللقاء لا يشير لوجود أي خطأ. من هنالك وصلت الكرة للزوراء، قطعت من كوسترت بايز في منتصف الملعب، أرسلت إلى الأمام ولكنها بعيدة على شيركو، قريبة على الحارس علي ياسين، وبالتالي وصلت وعادت الكرة لمصلحة الزوراء، لمصلحة الزوراء. عباس قاسم، عباس موسم 2017 إلى هذا الموسم القادم من أمانة بغداد، وبكل موسم أول موسم لعب مع الزوراء يجدد الولاء والانتماء اللاعب على من هنالك أرسلت إلى خارج أرضية الميدان كرة مازل. نتكلم عن الدبابة عباس قاسم. من هنالك حسام والتوجيهات، وأيضا التوجيهات تأتي من المدرب التونسي. لا نريد أن نشاهد هكذا أمور يا حسام، ولكن الحمد لله قضي على هذه الحركة بالتسامح والحبية ما بين المدرب الكابتن طارق جراية التونسي القادم من نادي الملعب التونسي، صاحب المركز الثالث في الدوري التونسي حاليا. قاد النادي إلى المراكز المتقدمة من الدوري التونسي، قدم مستويات رائعة. لاعب نادي الصفاقس التونسي السابق. من هنالك صافرة وخطأ لفائدة هريب تحسين، يشكو من إصابة ويتألم، ومن هنالك جماهير الزوراء لا تجلس، تساند، تشجع، تريد الهدف الأول. فهل يأتي؟ لا نعرف، هذا ما سوف نشاهده بعد نهاية الفصل الأول والثاني من هذا اللقاء. مشاهدينا متابعينا، طبعا نتيجة 0-0، تعادل الفريقان بنتيجة 0-0 في أول مواجهة جمعتهم في ملعب الشعب كما ذكرنا أيها الأحبة. وبأول مواجهة طبعا انتهت بالتعادل 0-0 كان في موسم 2002. بعدها في موسم 2012 في مرحلة الإياب تعادل الفريقان 0-0 في ملعب الشعب، وبعدها تعادل في موسم 2019 0-0 الفريقان، ومن ثم تعادل في كأس العراق في موسم 2019 0-0، وفي الإياب فاز الزوراء بهدفين مقابل هدف وحيد. وأيضا تكررت هذه النتيجة في الموسم الماضي لحساب كأس العراق، انتهت بالتعادل 0-0، وانتصر الزوراء ب5 أهداف ل4 بركلات الحظ الترجيحية. على اليسار من هنالك التقدم والتدخل عن طريق اللاعب هريب تحسين، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، تحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة الزوراء. الصراع ما بين الرقم 6 من هنالك هريب تحسين وحسام كاظم، ولكن حكم اللقاء من هنالك يشير لوجود ضربة مرمى، وبالتالي ضربة مرمى لمصلحة الزوراء أو لأربيل. لا توجد ضربة ركنية للزوراء. عادت الكرة على اليمين، محاولة للتخلص، تقطع الكرة، تعود على اليسار، محاولة عن طريق شيركو، تمرير، استلام على قوس الجزاء، ولكن حسام يبعد الكرة الماضية مرة أخرى. حسام، شيركو، تمرير، انفراد، تصويب، الله على كرة مرت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، خطيرة جدا بتمريرة رائعة. ومن هنالك الكادر التدريبي الذي يعبر عن السخط وعدم الرضا، تمريرة رائعة عن طريق شيركو، مرة من حسام، تقدم بتمريرة انفرد بها الغاني، شاف يوماموني، ولكن يرسلها بمحاذاة القائم الأيمن. تحولت الكرة أخطر كرات المباراة. والآن لمصلحة أربيل. أخطر كرات المباراة. تبعد الكرة للزوراء، تعود من هنالك بمتابعة عن طريق المدافع من هنالك هاردي سيامند، يرسل الكرة بإبعاد وتأمين للكرة الماضية. تمريرة على اليمين وصلت للزوراء، تمريرة، ولكن من هنالك حسين علي، سال بأحضان حسين علي
بانطلاقه عن طريق مهدي كامل، تمريره عن طريق حيدر احمد، انطلق بيسراه ولكنها وصلت سهله باحضان حارس المرمى. من هنالك هاردي سيامند، الابعاد نعم ابن نادي اربيل طبعا نعم تدرج من الفئات العمريه لنادي اربيل حتى وصل للخط الاول. من هنالك الابعاد عن طريق حسام تحرك كثيرا، ومن اللاعبين هنا لمسوا الكرة كثيرا في المباراة، لمسوا الكرة كثيرا في المباراة. تتحول الكرة جانبية لفائدة نادي اربيل، وصلت ماموني بتمريرة بالكعب ولكن بدون متابعة، قطعت وعادت لمصلحة الزوراء، عادت عن طريق حسام الى الامام. مؤيد عبد الباسط يحاول مؤيد من امام الغاني، يستعيد بامان عند المدافع عباس قاسم، بامان عند عباس قاسم. عباس من هنالك لفائدة نادي الزوراء، ابعدت بالراس، وصلت وعادت مرة اخرى، تمريرة لا على التعيين بعيدة جدا، تحولت الى خارج ارضية الملعب. تحولت الكرة، مباريات الزوراء على ملعب الشعب، الصناعة، القاسم، الكهرباء، اربيل، نوروز، الكرخ، النفط، نفط الوسط والشرطة. طبعا مواجهة الزوراء القادمة امام نادي نوروز ايضا على ملعب الشعب، وبعدها يواجه نادي الصناعات الكهربائية في بطولة الكأس، بينما نادي اربيل مباراة القادمة امام نفط البصر في ملعب فرانسو حريري، وبعدها يواجه نادي الرمادي لحساب منافسات بطولة كأس العراق. تحولت جانبية لفائدة حسام كاظم، حسام الى الامام، ابعدت وتحولت كرة هاريم تحسين بالراس بمتابعة الى خارج ارضية الميدان. الصنهاجي يحاول نقلات، يستعيد الشيركو لمصلحة نادي اربيل بكرة لفائدة كوفي فرانكو، ارسلها لتجد المتابعة من حيدر احمد، حيدر مازن على اليمين، مازن التمرير، استلام وعودة عن طريق مهدي كامل، يقطع بالتمرير، تقطع من الغاني للتوغولي بانطلاقة افريقية، وصلت على اليسار لمصلحة نادي اربيل، المرور، التمرير، ولكن من هنالك زاهر ميداني بتغطية حاضرة في الكرة الماضية، وبالتالي تحولت ووصلت لفائدة اربيل. يستعيدها الدفاع الاصفر، من هنالك الثنائي نعم الافريقي الحاضر في هذا اللقاء، القادم من المغرب حمزة الصنهاجي، والقادم من الجزائر الهواري طويل. من هنالك مهدي كامل، ومطالبة حكم اللقاء خطأ. شوف الكرة الماضية من حيدر كرمانة والتدخل، وبالتالي صفر وخطأ للزوراء. تعود الكرة على اليسار، مؤيد للنوارس على اليسار، محاولة للمرور، التقدم، الانتظار، ترسل الكرة للأمام للزوراء، ضاعت الكرة، وصلت نعم بعيدة كانت على الهواري طويل صاحب الأربع أهداف في الدوري هذا الموسم. نعم حضور كافة الفئات العمرية، كافة نعم الطبقات الاجتماعية طبعا تحضر لمساندة هذا الكيان العظيم، تساند الزوراء نعم بطل الدوري 14 مرة، الأكثر تتويجا. كرة ترسل بعيدة على الهواري طويل وقريبة على الحارس حسين علي، ومن حسين علي حارس اربيل إلى علي ياسين حارس الزوراء، تنتهي الكرة إلى خارج أرضية الميدان، ونلعب بأول نعم ثلث ساعة مشاهدينا متابعينا. وهذه الصور الجميلة، هذه الصور الجميلة الرائعة نعم، وحضور العوائل الكريمة في المدرجات، وحضور الأمة الزورائية، الأمة البيضاء، نعم كل الفرق جمهور، بس احنا أمة. لو تحسب النجمات 14 نجمة على اليسار، وصلت للزوراء، محاولة وتمريرة وابعدت عن طريق هارين تحسين كالعادة اللاعب الذي يقطع الماء والهواء عن هجوم الزوراء. وصلت وعادت الكرة لفائدة حيدر كرمانة،
في منتصف الميدان، محاولة ممتازة عن طريق كوسرت بايز، محاولة عن طريق حيدر والصراع والصدام في منتصف الميدان، ومن هنالك الصافرة وخطأ، والمخرج نعم لا يريد أن يفوت أي لقطة نعم تتوقف بها المباراة، لا يمكن أن يفوت هذه اللقطة ولا يسلط نعم ولا يسلط أكيد العدسة على جماهير الزوراء، جماهير الزوراء. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نادي الزوراء وأيضا ليس فقط يحضر جمهوره بل أيضا حضور مميز لكادر شركة آسيا سيل في المدرجات. نعم رحب بالضيوف الكرام الذين يحضرون في ملعب الشعب الدولي لمشاهدة الزوراء كيف لا، وهو الداعم والراعي نعم لنادي الزوراء، لنادي الزوراء آسيا سيل. جمهور آسيا سيل نعم يحضر، وجمهور الزوراء أيضا بجهود استثنائية تذكر وتشكر لما تقدمه هذه الشركة دعم لزعيم الكرة العراقية، لزعيم الكرة العراقية. نعم حضور المشرف لكادر شركة آسيا سيل. تعود الكرة في منتصف الميدان، الراعي الرسمي والحصري لنادي الزوراء، وأي رعاية نعم لنادي الزوراء الزعيم. وصلت الكرة من هنالك مازن فياض بصافرة وخطأ لفائدة الزوراء. حيدر قرمانة والحديث مع يوسف سعيد، يوسف سعيد وليد 87 حكم دولي. تعود الكرة في منتصف الميدان لفائدة نادي الزوراء، على اليسار لحسام كاظم. نعم المباراة بهدوء كما ذكرنا وتحفظ، ولكن هنالك خجل هجومي، خجل هجومي من الفريق. عصام حمد، ومن هنالك المدرب الكابتن طارق جراية. هذا الثنائي من مواليد السبعينات، وحاول على اليمين تمريره ولكن تقطع الكرة وتعود، تقطع وتعود. وصلت وعادت لفائدة فرانكو، فرانكو التكولي ممتاز يحافظ على كرته، وبالتالي ما زالت الكرة بأقدام نادي أربيل. تمريرة حيدر قرمانة، تمريرة وصلت لماموني، الله الله على كرة في التوقيت المناسب. يتدخل حسام كاظم وبلمسة خفيفة جدا تتحول الكرة سهلة عند بأحضان حارس المرمى، بأحضان حارس المرمى. كوسرت بايس بكارت أصفر يتحصل عليه كوسرت في هذه الأثناء. وصلت وعادت الكرة لفائدة الزوراء في منتصف الميدان. مازن على اليسار تصل وتعود، تمريرة لفائدة حسام كاظم، تمريرة استلام عن طريق مهدي، قطعت من مهدي بانطلاقه. 3 على 2، 3 على 2، 4 أصبحوا. نعم الهجوم الأصفر أصبح 4 مهاجمين، محالة في داخل قوس الجزاء، ولكن عاد الدفاع الأبيض وعادت الدفاعات الزورائية. على اليمين شيركو من أمام حسام، ولكن الإبعاد عن طريق عباس قاسم. وصلت وعادت مرة أخرى بعرضية بمحاولة وابعدت من مازن، يترك المهام الهجومية ويعود لمساندة ومساعدة زملاء في خط الدفاع. وصلت وعادت لشيركو، شيركو على اليمين، شيركو التقدم، شيركو التمرير بتمريرة مجهولة بعيدة جدا على البرازيلي كاردوسو. نعم الذي انتظر كرة، هذه كرة مازن، والذي تحصل على إثرها اللاعب كوسرت بايز على كارت أصفر أول في اللقاء، أول في اللقاء. هل لعرقلة لمازن أم لاحتجاجه على حكم اللقاء؟ الكابتن يوسف سعيد قاضي هذا اللقاء. نعم قاد في الجولة الأولى مواجهة القوة الجوية والقاسم، الجولة الثانية أربيل وبغداد، الجولة الخامسة القوة الجوية والكرخ، وآخر مباراة قادها الكابتن
يوسف سعيد كانت لحساب الجولة السادسة النفط والشرطة. الكرة تعود، تقطع، تصل لفائدة أربيل، وصلت وعادت لفائدة شيركو. شيركو تقطع من هاري تحسين، ولكن يستعيدها من هنالك مهدي ومازن فياض، ونقلات للزوراء. مازن ومهدي، ومن هنالك اللاعب سعد عبد الأمير، وصلت على اليسار بتغيير لاتجاه ومسار اللعب. تعود لحسام، ومن حسام إلى زاهر، ومن زاهر لعباس، ومن عباس على اليمين لفائدة حيدر أحمد الظهير الأيمن. الزوراء برغبة لتسجيل أول الأهداف، ولكن من هنالك حذر دفاعي ومتابعة دفاعية صارمة من دفاعات، نعم صارمة من دفاعات نادي أربيل، من دفاعات الأصفر. من هنالك التيغولي كوفي فرانكو يرسل كرة باتجاه شيركو. شيركو بمحاولة المرور، شيركو للتقدم، ولكن من هنالك زاهر ميداني. ومن هنالك نعم ماذا يقول حكم اللقاء؟ هل هي ضربة ركنية أم ضربة مرمى؟ هذه الكرة الماضية وبالتقدم، وبالتالي حكم اللقاء والاحتجاج من الكادر التدريبي نعم لنادي أربيل، وبالتالي حكم اللقاء والحكم المساعد بالإجماع من هنالك يتخذون القرار بضربة مرمى لفائدة علي ياسين لمصلحة نادي الزوراء في منتصف الملعب. إلى الأمام بالراس تقطع وتعود من اللاعب كاردوسو، تعود للاعب مؤيد عبد الباسط للزوراء، تمريره ولكن تقطع الكرة عن طريق فرانكو. عادت ممتازة فرانكو، محاولة الحفاظ على الكرة بصراع. من هنالك مغربي توغولي نعم ينتصر الصنهاجي بهذا الصراع، وكرة لمازن. مازن على اليمين، يحاول مازن بعرضية للزوراء لكنها مرت الكرة وتحولت بعيدة جدا. كرة مازن بعيدة عن الهواري الطويل، وبالتالي الكرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان. الله الله على هذه الصور الرائعة نعم التي يلتقطها مخرجنا العزيز. صور رائعة شاهدنا أيها الأحبة بمن التحق بنا من الثانية الأولى لمشاهدة هذا اللقاء. شاهدنا كل الأعمار، كل الأجناس في هذا اللقاء، كل الأعمار ومن كلا الجنسين. نشاهد في مدرجات الزوراء الأمة الزورائية، هذا الكيان العظيم، هذا الكيان العملاق، نعم بطل الدوري 14 مرة أكيد. بالتالي زعيم الكرة العراقية بجمهوره يعود مرة أخرى ويسعى لإضافة اللقب رقم 15. من هنالك حضور العمدة نعم الكابتن عماد محمد. كرة إلى الأمام، وصلت الكرة سهلة بإحضان حارس المرمى الكابتن عماد محمد. من هنالك مدرب منتخب الناشئين. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان لفائدة الزوراء. عادت بنقلات استلام عن طريق سعد يرسل كرة إلى الأمام طويلة، وصلت لفائدة مؤيد عبد الباسط، تمريرا قطعت من جانب الدفاع، ومن هنالك لمسة يد على هريم تحسين. وهذا الثعلب الكرة الخليجية نعم الكابتن فلاح حسن اليوم مخرجنا أكيد يلتقط صور إبداعية تبشر بخير بعد عودة الجماهير. هنالك إضافة جديدة لمتعة دورينا أكيد. نعم اللاعب رقم 12 وهو الجمهور ملح المباريات يعود إلى المدرجات وبانتظار عودة الجماهير بنسبة 90%. الله، ولكن ماذا هنالك حالة تسلل على المغربي أم ماذا؟ نعم المغربي كان متسللا، كان في وضعية تسلل، وبالتالي تحولت الكرة بضربة حرة غير مباشرة لفائدة نادي أربيل. نعم أيها الأحبة بانتظار حضور الجماهير بنسبة 100%. الكرة تعود لفائدة نادي أربيل بضربة حرة غير مباشرة. كوسرت لكاردوسو،
تمريرة كرمانة على اليسار، تمريرة، الله الله على تمريرة لمصلحة شافيو ماموني، ولكنه تعثر وسقط، وبالتالي من حسن حظ الزوراء كان بوضعية رائعة بتمريرة رائعة، ولكن يتعثر الغاني ويسقط، وبالتالي تعود الكرة سهلة لحارس المرمى علي ياسر. من هنالك حسين علي، حسين لفائدة نادي أربيل، تعود بنقلات على اليمين، تقدم. هذه المباراة التي تأتيكم برعاية شركة الأضواء للإنتاج الفني والخدمات الإعلامية. نقل حصري على شاشة قناة شباب سبورت HD1، نقل حصري لمنافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم الثاني 21-22. الموسم الماضي الزوراء دخل إلى الجولة الثامنة وجعبته 11 نقطة، 5 تعادلات وانتصارين. الجولة الثامنة لعب مع الصناعة الكهربائية على ملعب الشعب وفاز بهدف نظيف، بينما نادي أربيل دخل إلى الجولة الثامنة وبجعبته 12 نقطة، 3 تعادلات و3 انتصارات وهزيمة واحدة. كرة تمريرة وصل خط الزوراء، الله، تمريرة رائعة بوضعية رائعة لمصلحة مازن، ولكن حسين علي يتصدى ويمنع فريق الزوراء من تسجيل أول الأهداف. الله على أخطر الكرات في هذه المباراة. الصناجي بكوبري من أمام البرازيلي، وصلت الكرة للزوراء، يتشجع، يتقدم، يحاول من هنالك، نعم، ينسجم مع هتافات الجماهير، يستجيب لنداءات المدرجات. الله، مرت الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الميدان. من هنالك الجماهير بدأت تتحفز أكثر وأكثر، نعم، الزوراء يتحفز أكثر ويستجيب لهتافات وهزيج الجماهير. هذه كرة الصنهاجي، هذه التمرير، الله يا مازن فياض، والله على الأكثر إبداع. من هنا بدأت بكوبري رائع عن طريق حمزة الصنهاجي من أمام البرازيلي كاردوسو. نعم أيها الأحبة، كرة مرت بسلام إلى خارج أرضية الميدان، عادت ووصلت لفائدة نادي أربيل. الزوراء يقترب، الزوراء يحاول بكرة رائعة لمصلحة النوارس، اقترب، وبالتالي هذه هي أخطر كرات المباراة. كانت أخطر كرات المباراة كرة شافيو ماموني التي جاءت بتمريرة من شيركو كريم، ولكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن. والآن مازن فياض يسجل أخطر الكرات، ولكن بطل الموقف كان الحارس حسين علي. أقل من 10 دقائق مشاهدينا متابعينا تصلنا على نهاية شوط المباراة الأول، والتعادل السلبي ما زال مغيما ومهيمنا على أحداث اللقاء. كاردوسو نقلات مع هاريم تحسين، على اليسار نيكوس سارتبايز بكارت أصفر أول في اللقاء، نعم، تحصل عليه هذا اللاعب الظهير الأيسر أيضا من أبناء النادي. تعود الكرة مرة أخرى لهريم تحسين، تقدم، بحث، انتظار، تمريرة إلى الأمام، وصلت الكرة على اليمين، تترك لشيركو، شيركو على اليمين لكاردوسو، كرة البرازيلي، وشيركو تقطع عن طريق اللاعب مؤيد عبد الباسط، وبالتالي تتحول الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تعود الكرة، مؤيد، نعم، لم يكن منتبه، لم يكن بمتابعة مطلوبة. تعود الكرة بجانبية لفائدة أربيل، لمصلحة نادي أربيل، تحولت
لفائدة الأصفر المتحدي. لعب في الجولة الثامنة في الموسم الماضي نادي أربيل على أرضية ملعب فرانسو حرير مع نفط بيسان، خسر 1-0. خسر 1-0. انهى الموسم الماضي بالمركز 12 بالمراكز الدافئة، محاولة الرأسية من هنالك، المتابعة من حيدر وكوسرت بايز. كوسرت بايز الظهير الأيسر مع الظهير الأيمن للزوراء، والصراع يعود بها كوسرت، نعم، بمتابعة حيدر أحمد يقوم بإخراج كوسرت بايز من مناطق الخطر، وبالتالي تعود الكرة للزوراء. مازن فياض، مازن يغير باتجاه اللعب بناحية، ولكن بعيدة على مؤيد عبد الباسط وقريبة على اللاعب والحارس حسين علي. تعود الكرة لفائدة أربيل عند خط الدفاع، التقدم، ترسل كرة إلى الأمام، وصلت من هنالك بمتابعة من جانب الدفاع، تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تبعد عن طريق اللاعب حسام كاظم بأداء رائع يقدمه حسام إلى حد الآن على مستوى خط الدفاع، وأيضا بمساندة لخط الهجوم وخط المنتصف بمحاولات وانطلاقة. تمريرة تبعد بالراس عن طريق زاهر ميداني، زاهر من هريب تحسين، من سعد عادت، وبإبعاد عن طريق حسام. كرة حسام ترسل إلى الأمام، عادت للهواري طويل، للهواري بمحاولة، وصلت من مازن، نقلات واستلام في منتصف الميدان. مهدي كامل يغير باتجاه اللعب لمؤيد عبد الباسط، مؤيد للزوراء، مؤيد على اليسار، وصلت لمهدي، عادت وصلت، من هنالك تدخل من هريب تحسين ومهدي، نعم، كامل. عادت الكرة ما زالت بأقدام الزوراء لتعود من خط الهجوم إلى حارس المرمى، يستحوذ على الكرة، يحافظ على الكرة، يرسل الكرة إلى الأمام، وصلت بالراس، تتأمن عن طريق المدافع هاردي سيامند، سهل الكرة بأحضان الحارس حسين علي، وبمتابعة من حسين علي أمام الهواري الطويل. نادي أربيل، كرة تعود على اليسار، محاولة لنادي أربيل، ولكن الإبعاد جاء في التوقيت المناسب بتغطية من عباس قاسم، نعم، في اللقطة الماضية، وبالتالي تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تعود لمصلحة نادي الزوراء، أبعدت من دفاعات نادي الزوراء إلى ضربة ركنية. مشاهدينا متابعينا يا من يتابع ويشاهد قناة شباب سبورت، التعادل السلمي ما زال مغيما على أحداث اللقاء، أقل من 5 دقائق تصلنا على النهاية. ترسل كرة بعيدة مجهولة إلى خارج أرضية الميدان، تحولت من اللاعب حيدر قرمة. نادي أربيل في إحصائية للسنوات ال10 الأخيرة، قام اتحاد كرة القدم لإحصائيات بإعداد قائمة لأفضل الأندية الآسيوية للسنوات ال10 الأخيرة، من ضمنها فريق أربيل الذي جاء في المرتبة 137، حصل على الوصافة في كأس الاتحاد الآسيوي في عامين 2012 2014، بطل الدوري 4 مرات 3 على التوالي، ومرة في موسم 2012. كرة تعود على اليسار لأربيل لطيب الذكر بمحاولة تمرير، ولكن الإبعاد عن طريق عباس، برج المراقبة عباس قاسم، نعم، الجدار الفولاذي، من هنالك مرور رائع وعبور، نعم، عن طريق اللاعب سمير منصور، ولكن قطعت الكرة بمتابعة عن طريق عباس قاسم بمرور من اللاعب حيدر أحمد. حيدر كرمان ترسل خطيرة، الله على كرة مرت بسلام وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة مرت وما زالت الجماهير الزورائية
مساندة ومؤازرة للفريق بحناجر صدحت في ملعب الشعب الدولي لسنوات وسنوات. نعم، تحضر بالموعد بعد سماح اللجنة العليا للصحة والسلام بنسبة 30% سماح بعودة الجماهير إلى المدرجات. عادت الجماهير الزورائية بالموعد، نعم، تتواجد تؤازر، وبالتالي تعود الكرة لمصلحة نادي أربيل. قطعت ممتازة لماموني، نقلات لمصلحة فريق نادي أربيل، عادت ووصلت لأربيل. تمرير كاردوسو على اليمين، التقدم، التمرير لشيركو. شيركو يحاول المرور ولكن زاهر ميداني يقطع الكرة القائد، وبالتالي تتحول إلى خارج أرضية الميدان. زاهر ميداني المجد السوري، شرطة دمشق، الزوراء في موسم 12 13 14، بعد أن انتقل للقوة الجوية عاد للزوراء. خطيرة لأربيل تمرير، ولكن اصطدت بعباس قاسم. وزاهر كالعادة الذي نذكر السيفي، نعم، وظهر لنا بإبعاد وتدخل رائع، كان عباس. نعم، الثنائي قلبي الدفاع النابض للنوارس في الكرة الماضية. تبعد الكرة وتتحول إلى ضربة ركنية خطيرة لأربيل، مرت عالية ولكنها تحولت إلى خارج أرضية الميدان. تتحول إلى ضربة ركنية ثالثة على التوالي لأربيل في هذه اللحظات. ونحن نشك على نهاية الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. الكرة في مأمن بأحضان حارس المرمى علي ياسين. تعود الكرة بمأمن، وبالتالي قد تكون الأخيرة في الوقت الأصلي. نعم، ينتهي بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا، لحساب الجولة 8 من منافسات الدوري العراقي الممتاز 21-22 هنا على أرضية ملعب الشعب الدولي. هنا اللقاء رقم 13 على هذا الملعب. الكرة تعود، 6 فاز بها الزوراء، 6 فاز بها أربيل، والمواجهة نعم رقم 13 الآن بتعادل سلبي. تعود الكرة 4 مرات، تعادل الفريقان، تعود في منتصف الميدان، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. من هنالك البرازيل كاردوسو، تحولت الكرة إلى خارج أرضية الميدان لفائدة هاني التحسين، أيضا أكثر من لمس الكرة في شوط المباراة الأول. دقيقة 1 كوقت محتسب بدلا للضاع. المباراة لم تتوقف. هل يستثمر هذه الدقيقة أربيل؟ هل يستثمر الأصفر؟ شيركو يحاول، شيركو على اليمين يتقدم، تقطع عن طريق مؤيد عبد الباسط، ومن زاهر ميداني ممتازة عن طريق مؤيد وبتناغم رائع، ولكن تفتقد وتعود بتصويب. الله على كرة مرت من حيدر قرمانة. نعم، اعتلت العارضة الأفقية، ومع هذه الكرة مشاهدينا متابعينا، حكم اللقاء الكابتن يوسف سعيد يطلق صافرة نهاية الفصل الأول من شوط المباراة الأول. نعم أيها الأحبة، من هذا اللقاء أربيل الزوراء لحساب الجولة الثانية. مشاهدينا متابعينا، شوط ينتهي بالتعادل السلبي، استراحة ولنا عودة إن شاء الله.
مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عدنا وإياكم لمتابعة مجريات شوط المباراة الثاني من لقاء الزوراء وأربيل هنا على أرضية ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثامنة منافسات الدوري العراقي الممتاز 21-22. شوط أول انتهى بالتعادل السلبي ولكن بفرص بمتعة بإثارة بمحاولة نعم من الفريقين. أبرزها كانت محاولة مازن فياض الذي انفرد بها مع الحارس ولكن تصدى لها الحارس حسين علي، والثانية كانت لنادي أربيل التي جانبت القائم الأيمن. إذا مشاهدينا متابعينا شوط ثاني من أجل حسم اللقاء. أربيل القادم من فوز أو من تعادل مع الكهرباء، الزوراء القادم من فوز على نفط بيسان بثلاثية نظيفة، وبالتالي الزوراء من أجل استمرار استمرار على هذا المنوال، على هذا الأداء، على هذه الإمكانيات. ومن هنالك نادي أربيل الذي يبحث بشغف عن نقاط المباراة. تدخل من حسام وكرة إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي ألف سلامة لحيدر أو شيركو كريم في الكرة الماضية. نذكر بتشكيلة الفريقين: كتيبة التونسي طارق جراية نادي أربيل بحراسة المرمى حسين علي، خط الدفاع البرازيل فرناندو والبرازيل كاردوسو وهريم تحسين، هاردي سيامن، كوسر تبايز، حيدر قرمانة في المنتصف، التوغولي كوفي فرانكو وستيفن منصور، وثلاثي خط الهجوم اشتي كولد وشيركو كريم وشافيو مامون. بينما فريق نادي الزوراء بحراسة المرمى علي ياسين، خط الدفاع حيدر أحمد، عباس قاسم، زاهر ميداني، حسام كاظم، ثلاثي المنتصف مهدي كامل، مؤيد عبد الباسط وسعد عبد الأمير، وأمامهم مازن فياض وحمزة الصنهاجي، والهداف اللاعب الهواري طويل صاحب الأربع أهداف. الكرة مرت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان عن طريق اللاعب سعد عبد الأمير. سعد جانبية، استقبال بالصدر عن طريق اللاعب كاردوسو، ونقلات ثنائية مع كوستر بايز، عادت للصنهاجي بمحاول بكوبري بمرور من هنالك على اليمين، وبالتالي صافرة وخطأ لفائدة سعد عبد الأمير لمصلحة الزوراء. عباس قاسم إلى الأمام، وصلت وعادت الكرة على اليسار، تصل في منتصف الملعب بمحاولة، الكرة في منتصف الميدان بتقدم بمحاولة، وصلت الكرة على اليمين لفائدة مازن فياض بمحاولة بعرضية ولكن أبعدت بالراس، تحولت وعادت الكرة إلى الأمام، تصل وتعود مرة أخرى في منتصف الملعب لمصلحة حسام، لمصلحة الزوراء بمحاولة للمرور، عادت ووصلت مرة أخرى لفائدة حسام إلى الأمام، وصلت الهواري ممتاز، يستعيد الكرة يحافظ عليها لتصل وتعود مرة أخرى لفائدة الزوراء بنقلات وبقراءة وبهدوء وتريث، بدون هجوم بدون مجازفة، أكيد يعود باستحواذ ونقلات. هكذا هي فلسفة التكتيكات التي يأتي بها الكابتن عصام حمد. كرة تعود على اليمين، وصلت بتصويبة بعيدة جدا عن طريق القائد حيدر كرمانة، يرسل كرة بعيدة جدا. 6 مواجهات لحساب الجولة الثامنة، لحساب اليوم الأول من الجولة الثامنة. مباريات الساعة 3:15. أمانة بغداد يتعادل على أرضية ملعبه مع الصناعة 1-1. النفط ينتصر على الديوانية على ملعبه، طبعا على ملعب نادي النفط بهدف نظيف. الميناء يتعادل بهدفين لهما مع نادي القاسم على أرضية ملعب الفيحاء. وسامراء يتعادل أو يفرض التعادل على نادي الكرخ على ملعب الأخير بالتعادل 1-1. ننتظر المواجهة الخامسة لحساب الجولة الثامنة ولحساب اليوم الأول
من الجولة الثامنة لحساب منافسات الدوري الممتاز، وبانتظار مواجهة والقمة الثانية لحساب الجولة الثامنة. نعم، قمة ديربي النجف ونفط الوسط على أرضية ملعب النجف الأولمبي في تمام الساعة 7:15. سيكون معكم الأستاذ لؤي عمران معلقا وواصفا لأحداث ديربي النجف. الكرة تعود، مازن فياض من أمام اللاعب فرانكو، تقطع وتعود لفائدة أربيل على اليسار، ستيفن منصور، ستيفن يحاول، ستيفن من هنالك من أمام سعد، ومن أمام سعد وأيضا حيدر أحمد، تبعد الكرة تعود لفائدة أربيل لمصلحة الأصفر، محاولة التخلص من الحصار الدفاعي، تمريرة ربما كسرت، نعم كسرت بحالة تسلل واضحة، وبالتالي تصل الكرة وبحالة تسلل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لفائدة نادي الزورق. تشاهدون غدا إن شاء الله حضور كل الأعمار، كل الفئات العمرية في ملعب الشعب، وبهذا العمر ويحضر في ملعب الشعب. كيف لا يعشق الزوراء، كيف لا يعشق الزوراء عند النضوج. الكرة تعود على اليسار لفائدة أربيل، ترسل الكرة إلى الأمام، وصلت سهلة للحارس علي ياسين. اليوم 6 مواجهات، غدا إن شاء الله 4 مواجهات، وتختتم الجولة الثامنة. نوروز وزاخو. نوروز يواجه نفط ميسان على ملعب، زاخو يستضيف الطلبة، نفط البصرة يستضيف الكهرباء على أرضية ملعب الفيحاء، والشرطة يستضيف القوى الجوية على أرضية ملعب الشعب الدولي. هنا في صدام، الكرة على اليسار، وصلت في انطلاق، ولكن يستعجل بها نعم الأصفر من هنالك شافيو ماموني، وبالتالي مرت الكرة وتحولت الغاني بانطلاقه، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. تعود الكرة بالراس من مازن لحمزة الصنهاجي بتدخل، تصل الكرة بمتابعة عن طريق المدافع فرناندو لتصل سهلة لحسين علي. حسين علي يرسل الكرة إلى الأمام، متابعة من الدفاع، تصل وتعود من جانب دفاعات نادي تصل الكرة على اليسار، نقلات لفائدة نادي أربيل، تمرير إلى الأمام، ولكن تدخل من حارس المرمى، تصل الكرة حمزة الصنهاجي، ولكن بتغطية حاضرة من دفاعات نادي أربيل. مازن وحمزة، ونقلات على الجانب الأيمن، من هنالك حيدر أحمد بمساندة ومؤازرة نعم لخط الهجوم، يعود بها حيدر أحمد لعباس قاسم، عباس ينقلها من هنالك لعلي ياسين. علي ياسين التأخر، يرسل كرة طويلة إلى الأمام، وصلت بمتابعة من جانب الدفاع، تصل عند فرناندو على اليمين لفائدة الشيركو لهريم تحسين. هريم على اليمين يرسل كرة إلى الأمام، ولكن مجهولة بدون متابعة لا على التعيين، وصل سهلة عند علي ياسين لعباس قاسم. عباس ينتظر، يعود بالكرة مرة أخرى لحارس المرمى علي ياسين، نقلات مع حارس المرمى، التقدم من الغاني شافيو ماموني، تصل وتعود مرة أخرى شافيو من هنالك موقف تسلل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لفائدة الزوراء. لقاء رقم 26، الزوراء 8 أو زوراء 9، أربيل 10، والتعادل حدث بينهم 6 مواجهات. تصل سهلة عند حارس المرمى، يرسل كرة طويلة إلى الأمام، من هنالك حسين علي،
لفائدة نادي الزوراء، تقطع من الصنهاجي او الهواري طويل، تمريره لمهدي، مهدي بتمريره، ولكن من هنالك متابعه من الدفاع وسوء تفاهم، ولكن نعم يستعيدها الدفاع، تبعد من علي ياسين، علي ياسين بكره من هنالك ممتاز، يخرج من مرماه وتتأمن الكرة السهلة عند حيدر أحمد. حيدر يعود بالكرة لعباس قاسم، عباس إلى الأمام، يرسل من هنالك الانطلاقة من الهواري والصراع مع اللاعب هاردي سيامند، وبالتالي تبعد وتتحول إلى خارج أرضية الملعب. تعود الكرة للزوراء لحيدر أحمد بمقصية وإبعاد وتشتيت للكرة الماضية. عادت الكرة على اليسار لفائدة نادي الزوراء بمحاولة مراوغة، تقدم وتمرير لمصلحة سعد. سعد يغير باتجاه اللعب على اليسار، وصلت الكرة بمحاولة للمرور، ولكن من هنالك صافرة حكم اللقاء يوسف سعيد، نعم تعلن عن وجود خطأ. من هنالك عرقلة مؤيد عبد الباسط من اللاعب هاريب تحسين، وبالتالي صافرة وخطأ لفائدة الزوراء في مكان خطير جدا. ومن هنالك نعم بانتظار الكرة الثابتة السبع لاعبين من الزوراء بمواجهة 6 من دفاع فريق نادي أربيل داخل منطقة الجزاء، أو 7 داخل منطقة الجزاء، وثلاث لاعبين في الحائط البشري لكرة مؤيد عبد الباسط. مؤيد والدعوات، نعم ينتظر الضوء الأخضر من يوسف سعيد ليرسل كرة عالية لكي ترسل الخبر السعيد للزوراء، ولكن بعيدة جدا الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة اللاعب مهدي كامل أرسلت وتحولت إلى ضربة مرمى لفائدة الحارس حسين علي. استعداد لدخول 3 لاعبين، وهم منتظر محمد لاعب المنتخب الأولمبي صاحب الهدف في المباراة الماضية في مرمى المنتخب البحريني بنتيجة 3-0. منتخبنا الأولمبي يتأهل إلى دوري أبطال آسيا تحت 23 عام. ومن هنالك شاهدنا أحمد فاضل يقف ويستمع للتوجيهات، نعم، وعلام هاوي الثلاثي. أحمد فاضل بديلا لمهدي كامل. من هنالك وإشراك منتظر صاحب الهدف الوحيد في الدوري، منتظر بديلا لمازن فياض. منتظر محمد يشارك في هذه الأثناء، والتبديل أو تغيير الثالث بدخول اللاعب علام هاوي، لكن لا نعرف بديلا لمن. علاء يشارك في هذه الأثناء، نعم، بديلا لحيدر أحمد. إذن نلاحظ بأن المدرب عصام حمد قام بتغيير الجانب الأيمن، نعم، بأكمله. الجناح الأيمن مازن فياض يغادر ويشرك منتظر محمد. أحمد فاضل بديلا لمهدي كامل، أيضا الجناح الأيمن في منتصف الميدان. والظهير الأيمن حيدر أحمد يغادر ويشارك اللاعب علام هاوي. 3 تغييرات يجريها المدرب عصام حمد لنادي الزوراء. من هنالك تدخل وبالتالي صافرة وخطأ لفائدة نادي أربيل، لفائدة حيدر قرمان على اليسار. وصلت بمحاولة للعرضية ولكنها وصلت وتخطت الجميع. ينطلق من هنالك مؤيد عبد الباسط، ينطلق ويقطع شوط بتمريره خارج قدم ممتازة رائعة، وصلت للهواري على اليسار. يحاول من أمام فرناندو، ولكن القادم من نفط الوسط فرناندو، نعم، يتدخل
ويبعد الكرة الماضية، كرة ترسل إلى الأمام. ولكن حمزة الصنهاجي في موقف تسلل، ربما موقف سليم أعتقد، ولكن حكم اللقاء أو الحكم مساعد يشير بالراية وجود حالة تسلل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لفائدة نادي أربيل لحسين علي. مشاهدينا متابعينا، التعادل السلبي دقيقة 60، صرنا نصف ساعة، نعم أو أقل من نصف ساعة على نهاية شوط المباراة، نعم شوط المباراة الثاني ونهاية هذا القمة، نهاية هذه القمة أيها الأحبة ما بين أربيل والزوراء. على اليمين وصلت بمحاولة للمرور والمراوغة والعبور. التعادل السابع ربما يأتي، تعود الكرة بالتأمين عن طريق زاهر ميداني، يؤمن الكرة لعلي ياسين، وبالتالي وصلت الكرة سهلة عند علي ياسين، يرسل كرة طويلة علي، وصلت وعادت من هنالك عند حارس المرمى، سهلة من حسين علي. هذه النتيجة آخر مرة تكررت، هذه النتيجة كانت في كأس العراق لحساب الجولة أول مرحلة الذهاب. تعادل، انتهت المباراة 0-0، وفي الإياب فاز الزوراء بهدفين مقابل هدف وحيد. سجل لأربيل ميران خسرو، وسجل للزوراء أحمد جلال وأحمد فاضل. أحمد فاضل يشارك في هذه الأثناء اللاعبين الذين سجلوا اسمائهم في قائمة الهدافين في هذه المواجهة، في سلسلة المواجهات التي جمعت أربيل بالزوراء. حضور مميز لكادر شركة آسيا سيل في ملعب الشعب الدولي لمساندة ومؤازرة نادي الزوراء باعتبارهم أكيد الراعي الرسمي للنادي. تعود الكرة إلى خارج أرضية الميدان، تحولت رأسية إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية، كرة ماموني المغربي. هنالك متابعة من المغربي حمزة الصنهاجي. تعود الكرة على مهاوي بلمسة أولى للكرة في هذا اللقاء، منتظر البديل الآخر. مهاوي من هنالك بيحاول الانطلاق، ولكن تقطع الكرة وتتحول إلى خارج أرضية الميدان. تحولت الكرة جانبية، تحولت لفائدة نادي الزوراء. وصلت الكرة على اليسار، محاولة التقدم، المحاولة للمرور، مؤيد عبد الباسط، مؤيد على اليسار يلغي العرضية ويعود للتمرير. أحمد فاضل بالتصويب، الله على المتابعة، جول! الله على كرة ضاعت كرة الهدف الأول، ضاعت كرة الهدف الأول للزوراء عن طريق الهواري طويل بكرة وتصويبه بتنويه رائع، نعم عن طريق أحمد فاضل الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني في مرمى أربيل، ولكن تصدي من حسين علي ومتابعة اللاعب من هنالك الهواري طويل. كرة مرت من جوار القائم الأيسر لتمر إلى خارج أرضية الميدان. الله على كرة مرت، الله على كرة ضاعت بشكل عجيب وغريب. أخطر كرات الفصل الثاني من هذا اللقاء. تعود الكرة للزوراء، الأقرب لتسجيل أول الأهداف، الأقرب للتسجيل. عادت الزوراء عند خط الدفاع، وصلت إبعاد من جانب نادي أربيل. كاردوسو البرازيلي يرسل الكرة إلى الأمام، وصلت الكرة على اليمين، أبعدت من جانب الدفاع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت جانبية. الكرة لمصلحة نادي أربيل. تغيير لدينا، استعداد للدخول من اللاعب حمزة محمد. حيدر
قرمانة يشارك اللاعب حمزة محمد. يغادر القائد أكيد لاعب حيدر قرمان يشارك في هذه الأثناء، والجماهير والأتراس الزوراء ما زالت في الموعد، ما زالت مساندة وحاضرة في هذا اللقاء، حاضرة في هذه المواجهة أو القمة الكروية المرتقبة. الكرة بمحاولة العرضية، محاولة البحث عن فرصة للعرضية، ولكن من هنالك كرة هريم تحسين مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لعلي ياسين، ضربة مرمى للزوراء، ضربة مرمى للأقرب للباحث عن التسجيل. خطيرة جدا، خطيرة جدا من علي ياسين، يلعب بالنار. محاولة لأربيل على اليسار، الفرصة ما زالت حاضرة، ولكن كرة اللاعب كوستر تبايز اللاعب الوحيد الذي تحصل على كارت أصفر في هذه المواجهة، وبالتالي اللاعب الآن يلعب بحذر، يلعب بحذر ملحوظ. من هنالك اللاعب كرة إلى الأمام، وصلت وعادت لفائدة نادي الزوراء. المباراة صح هنالك هجمات خطيرة في المباراة، ولكن تعد بالأصابع، لأن المباراة بحذر وترقب من الفريقين. محاولة من سعد، ولكن سعد يرسل كرة بعيدة جدا، بعيدة جدا. كرة سعد، نعم اللاعب سعد عبد الأمير. الكرخ أربيل، نعم لاعب نادي أربيل السابق القادسية السعودي، بعد الانتقال إلى الأهلي السعودي والشباب السعودي، والعودة إلى الوطن من بوابة القيثارة. الشرطة حصد مع الشرطة الدوري مرتين، ومع الشرطة مرة، ومع أربيل مرة، وكأس السوبر مع الشرطة مرة، ومع الزوراء مرة. سعد عبد الأمير، تعود الكرة. هداف المواجهات الأربيلية الزورائية هو اللاعب أمجد راضي، لاعب نادي النجف الحالي برصيد 5 أهداف. بعد أحمد صلاح أو لؤي صلاح لفائدة أربيل أيضا ب4 أهداف. أحمد صلاح ب3 أهداف، محمد جفال هدفين، واللاعب ميران خسرو لاعب أربيل هدفين. بينما لنادي الزوراء مصطفى أحمد سجل هدفين. هداف الزوراء، لا يوجد لاعب للزوراء سجل هدفين في مرمى أربيل، أكثر من باستثناء اللاعب مصطفى أحمد. طبعا شيركو يتحصل على خطأ في هذه الأثناء في مكان خطير، لاعب المنتخب الوطني، الاحتراف في الدوري السويسري والعودة للدوري العراقي من بوابة نادي الشرطة أيضا، والآن لاعب المنتخب الوطني. هنالك نشاهد التوجيهات والكابتن علي حسين الرحيمي في الملاك التدريبي لنادي الزوراء. طبعا مساعد مدرب نادي أربيل الكابتن هو أحمد مناجد. بعرضية، محاولة خطيرة بالراس، تبعد من جانب الدفاع، محاولة للتصويب، وصلت وعادت، محاولة من شيركو، ولكن دفاعات الزوراء، دفاعات الزوراء الحاضرة في هذه الأثناء بمتابعة وقطع، وبالتالي تبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان. كادر التدريبي لنادي أربيل المدرب التونسي طارق جرايع، ويساعد التونسي محمد صالح، وايضا الكابتن احمد مناجد لاعب المنتخب الوطني السابق طلبه الزوراء، ومدرب للحراس الكابتن حامد كاظم. تعود الكرة على اليسار، محاولة من حسام، ولكن تقطع، وتعود من كاردوسو، تبعد من البرازيلي، عادت ووصلت،
المحاولات ما زالت قائمة، ولكن من هنالك خطأ على زاهر ميدان. الشكر طبعا موصول للدكتور علاء أحمد زيدان مدير ملعب الشعب الدولي على الجهود الاستثنائية والرائعة والجبارة التي يقدمها في كل لقاء يستضيف ملعب الشعب الدولي. أشكر أيضا على إضافة قائمة الأسماء، شكرا جزيلا كثيرا على المساعدة والتعاون، وأيضا المعروف بأداء الرائع والجهود الاستثنائية لتهيئة ملعب الشعب الدولي لاستضافة كل منافسة في الدوري الممتاز. هنالك جنود خلف الكواليس يتواجدون. تعود الكرة إلى خارج أرضية الملعب. توجيهات التونسي ما زالت حاضرة ومتواجدة إلى حد الآن، يريد تحقيق الانتصار الأول رفقة الأصفر. كرة إلى الأمام بعيدة على ماموني، تعود وتصل لفائدة نادي الزوراء بمتابعة من جانب الدفاع، تصل وتعود على اليمين لمصلحة الزوراء. تعود الكرة في منتصف الملعب، في منتصف الملعب. تدخل المطالبة نعم والحديث ما بين الكابتن أحمد سعيد طبعا والكابتن عباس قاسم. عباس قاسم، تعود الكرة لفائدة نادي الزوراء. نقلات من أحمد فاضل، نعم حذر وعودة وتراجع من الفريق. لا يريد الزوراء ولا أربيل الدفع بالأسلحة المجازفة بالهجوم لتسجيل أول الأهداف. من هنالك شيركو يقود هجوم في منتصف الميدان، فرانكو يغير باتجاه اللعب ناحية سيفين منصور. سيفين يستلم كرة على اليمين، سيفين يتقدم يحاول يدخل داخل المنطقة، يخرج من المنطقة. من هنالك شيركو يصل بها لفرانكو، ولكن بعيد الكرة على فرانكو، وبالتالي تتحول إلى خارج أرضية الملعب. تعود الكرة لفائدة الزوراء، ولكن سهلة عند من هنالك الحارس حسين علي. تصل وتعود مرة أخرى عند حارس المرمى حكم يوسف تصل وتعود مرة أخرى إلى خارج أرضية الميدان لفائدة نادي الزوراء. جانبية تلعب نقلات في منتصف الميدان لفائدة الزوراء. تعود تصطد، تتحول إلى خارج أرضية الملعب. صافرة الكابتن يوسف السعيد، أول مباراة في الدوري الممتاز قادها كان في موسم 2012 لأربيل. نعم لأربيل ونادي الصناعة، نادي الصناعة وأربيل بالراس. تبعد، تعود مرة أخرى بنقلات كاردوسو لفائدة نادي أربيل. يحاولون يتقدمون، شيركو بمحاولة تدخل من عباس قاسم، لا مرور لا عبور، تمريرة إلى الأمام، وصلت الكرة بالراس ولكن يستعيدها حارس المرمى حسين علي، ولكن تجاوزت الخط ربما، وهذه الكرة الماضية نعم تجاوزت بكامل محيطها، وبالتالي ضربة ركنية يقول نعم الحكم المساعد أحمد سرتيب يشارك بديلا لمؤيد. التغيير الرابع لنادي الزوراء. أحمد سرتيب بديلا لمؤيد عبد الباسط المهاجم الأيسر. عرضية عالية تبعد من حسين علي الذي تسبب بالضربة الركنية. يتدخل في هذه الأثناء
أحمد فاضل. تعود الكرة بنقلات من هنالك، تعود الكرة إلى الأمام، تصل الكابتن يوسف سعيد حكم آسيوي عام 2019 في الدوري الممتاز منذ عام 2014، دخل في عالم التحكيم منذ عام 2005. طبعا تعود الكرة بنقلات طالب كلية تربية رياضية جامعة كركوك، وأيضا خريج معهد تقني، وبالتالي قاضي هذا اللقاء بإلمام يدخل لقيادة هذه المواجهة. من هنالك للسلامة لمنتظر، تصل الكرة وتعود لأحمد فاضل. أحمد يغير من اتجاه اللعب، تمرير على اليسار، وصلت لفائدة حسام لأحمد فاضل. أحمد فاضل بكرة محاولة ممتازة ومراوغة، حكم اللقاء يعطي مبدأ الأفضلية والاستفادة لحامل الكرة، تصل مرة أخرى لفائدة اللاعب أحمد فاضل. الكرة على اليمين، التقدم، المحاولة، التمرير بالكعب للزوراء، مراوغة أمهاوي، محاولة تصويبة، ولكنها مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. تحولت كرة الهواري طويل مع علام هاوي. الله على تمريرة أحمد سرتيب، تمريرة بالكعب بكرة فنية رائعة، ولكن من أمام 6 لاعبين يجد ويواجه الصعوبة اللاعب الهواري طويل، وبالتالي يرسل الكرة بمحاذاة القائم الأيمن. الله على هذه اللوحة الجماهيرية لعشاق النوارس، لعشاق النوارس. من هنالك نعم تحضر، تساند، تشجع. نعم بآخر ربع ساعة مشاهدينا ومتابعينا، الزوراء يبحث عن أول الأهداف. هل يخيب هذه الجماهير وتعود إلى الديار بنقطة وحيدة، أم هنالك رأي آخر؟ أم هنالك رأي آخر للزوراء؟ من هنالك استراحة لشرب المياه ولالتقاط الأنفاس في هذه المواجهة الصعبة. الزوراء أنهى الموسم الماضي ب 75 نقطة، 20 انتصار، 15 تعادل، و3 هزائم، 3 هزائم، 46 هدف سجل واستقبل 19. تغييرين، أكرم هاشم وعبد القادر أيوب. ستيفن وصور يغادر في هذه الأثناء، ويشارك عبد القادر أيوب. واستعد الآن أكام هاشم بديلا لكاردوس. أكام هاشم أيضا من مواهب نادي أربيل، يشارك بديلا للبرازيلي كاردوس. إذن التغيير الثاني للمدرب التونسي طارق جراية. متابعة من جانب الدفاع عن طريق الدفاعات الصفراء لحارس المرمى، وصلت لحسين علي. حسين صاحب التصدي الأبرز والأفضل في هذا اللقاء. كرة مازن بعرضية من الصنهاجي، ولكن لم يستثمرها. نعم، وكان بالإمكان أكثر بكثير مما كان، وبالتالي تألق تصدي لهذه الكرة. تصل وتعود على اليسار، الكرة لفائدة أربيل، كرة إلى الأمام، وصلت، استقبال بالصدر، تمرير في منتصف الملعب، عادت ووصلت لمصلحة الزوراء بمحاولة تغيير باتجاه اللعب، تقطع بالصدر بانطلاقة على اليسار، انطلاقة عن طريق الخطير ماموني، ولكن كرة ماموني بعيدة وتأخرت بعد عودة الدفاعات الزورائية بأكملها. الكرة عادت على اليمين، محاولات ما زالت حاضرة، ولكن علي ياسين يرتقي نعم فوق اللاعب شيركو كريم.
الكرة إلى الأمام، وصلت من هنالك التدخل من حارس المرمى، التدخل من حارس المرمى من هنالك. نعم يشكو ويتألم في هذه الأثناء حارس المرمى حسين علي. علي السلام الحسين، علي السلام حسين علي. هذه الكرة الماضية والتدخل، وبالتالي يتحصل على خطأ اللاعب حسين علي. حمزة الصنهاجي من هنالك، والمتابعة من الكابتن عصام حمد. عصام حمد وبحيرة على محيا الكابتن عصام. تصل الكرة وتعود لفائدة علاء. علاء مهاوي خطيرة جدا، ولكن علي ياسين يصلح الموقف ويبعد الكرة بالتوقيت المناسب، بالتوقيت المناسب. كرة تعود إلى الأمام، وصلت على اليسار لفائدة الدفاعات الصفراء. تمريرة وصلت، محاولة عن طريق اللاعب عبد القادر أيوب. لاعب حمزة الصنهاجي مثل أندية السد القطري، الجيش القطري، يوبين البلجيكي، والمنخية القطري، مولدية جدة أو وجدة المغربي، والأهلي البحريني، والآن يحترف في الدوري العراقي من بوابة الزوراء، رفقة أكيد الهوار الطويل القادر نعم على تسجيل الأهداف بإمكانية وسرعة رائعة لحسم الكرات. قادم من اتحاد عنابة وأمل بوسعادة وولد تلمسان، لأول مرة يحترف، صاحب 30 عام يحترف ومن بوابة الدوري العراقي الممتاز. صراع من هنالك على اليسار، تحولت الكرة ليست لسعد عبد الأمير، وإنما تحولت ربما خطأ، نعم ربما خطأ أو جانبية. ماذا يقول الكابتن يوسف سعيد؟ خطيرة جدا، ولكن علي ياسين بكرة تتأمن من حسام كاظم القادم من الشرطة، مثل أندية نفط البصرة، أربيل، القوة الجوية، النفط، وأخيرا الشرطة، والآن الزوراء. كرة على اليمين، تمريرة من منتظر الاستلام، التمريرة على اليمين، ولكن وصلت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تعود الكرة جانبية، تمرير، استلام على اليسار، تقدم، مراوغة، مرور، نقلات على اليسار، انطلاقة للشيركو. شيركو 2 على 3 و4، محاولة شيركو، تمرير، ولكن عباس قاسم كالعادة نعم من هنالك برج المراقبة بمتابعة رائعة وإبعاد وتدخل، وبالتالي تتحول الكرة إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية. علي ياسين والغضب والتوجيهات، ومن هنالك على قاطع الحارس الذي يغيب الجولة الثانية طبعا لمنافسات الدوري. ضربة ركنية لفائدة أربيل. كرة ترسل عالية، الإبعاد بقبضة اليد اليمنى ممتازة من علي ياسين. من هنالك منتظر على اليمين، التقدم، المحاولة عن طريق اللاعب شيركو وحسام ومنتظر بمتابعة وقطع وتجديد الخناق، ومن هنالك ينجح وينتصر بهذا الصراع ويتحصل على ضربة ركنية لمصلحة أربيل. ضربة ركنية لمصلحة أربيل في توقيت ربما يكون قاتل، ربما يكون قاتل للفرق التي تستقبل هدف. ضربة ركنية لمصلحة أربيل. من هنالك يوسف سعيد وتوجيه وتحذير اللاعبين الذين يتواجدون في داخل منطقة العمليات. هنالك من ينتظر كرة لتمرير، نعم لتمرير على الراس، وهنالك من ينتظر كرة للإبعاد، وبين هذا وذاك 0-0 النتيجة، ومتبقي أقل من 5 دقائق. كرة ترسل تبعد من دفاعات الزوراء، وصلت وعادت الكرة للكوسترت بايز لمصلحة الزوراء على اليسار، نقلات، محاولة للانطلاقة ولكنها
تفشل وتقطع وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى جانبية. جانبية لفائدة غريب تحسين لمصلحة أربيل، بكارت أصفر حصل عليه اللاعب حمزة محمد الوافد الجديد بديلا لحيدر قرمان القائد الذي استبدل في شوط المباراة الثاني. كرة إلى الأمام أبعدت بالراس وعادت ووصلت مرة أخرى. الكرة تعود على اليسار بانطلاقة للزوراء محاولة وانطلاقة للمرور للعبور من أحمد سرتيب. التمرير لأحمد فاضل منتظر يحاول، منتظر يراوغ. التمرير لأحمد فاضل، أحمد يبحث عن فرصة للتمرير والتصويب معا، ولكن يفضل أن يعود لمنتظر بثنائية، ولكن لم تكتمل ثنائية منتظر، وبالتالي تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. من هنالك يستعد للدخول عماد عبد الزهر، يستعد للدخول القادم من نادي سامراء بديلا لحمزة الصنهاجي المغربي. يغادر في هذه الأثناء. طبعا شارك في هذه الأثناء الشاب صاحب الهدفين في هذا الموسم. تعود الكرة إلى الأمام، محاولة من هنالك صافرة يوسف، أو يعطي الاستفادة لحامل الكرة، خطيرة جدا، كادت أن تأتي بعكسية عن طريق اللاعب من هنالك. أكيد غريب تحسين. تتحول جمهور الزوراء لا يمل لا يكل، ما زال يهتف ويساند الفريق في هذه الأثناء. ضربة ركنية لفائدة الزوراء، تبعد بالراس، تتخلص، محاولة عن طريق إعلام هاوي، ولكن من هنالك صافرة وخطأ لشيركو كريم في هذه الأثناء. في هذه اللحظات فريق أو لا عناصر لاعبي الزوراء حمزة محمد كارت أصفر، يذكرنا الكنترول. تعود الكرة في منتصف الميدان، نقلة وتمريرة إلى الأمام، وصلت وعادت مرة أخرى. هنا جماهير الزوراء هنا على أرضية ملعب الشعب الدولي، على اليمين محاولة للمرور، تقطع وتصل وتعود لماموني، ولكن تبعد. نعم، بحضور مميز لجماهير الزوراء المتعطشة، وأيضا لرعاة الزوراء، للراعي الحصري والرسمي لنادي الزوراء شركة آسيا سيل، بحضور مميز. نعم، هنا في ملعب الشعب الدولي. كرة إلى الأمام، وصلت عالية، تبعد بالراس، تتخلص وتعود لفائدة أربيل، تعود للزوراء، تعود للنوارس، لأحمد سرتيب بنقلات على اليسار. أحمد يعود، يتخلص من ماموني ويتخلص من ضغط غريب تحسين، والبقية بالتمرير، ولكن تبعد وتتخلص الكرة عن طريق اللاعب أهكام هاشم. وصلت وعادت على اليسار لفائدة الزوراء، الأفضل الأكثر استحواذا والأكثر وصولا إلى المرمى، بكرة تعود من هنالك لفائدة فريق نادي الزوراء. للزوراء على اليسار، دقيقة أخيرة تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي. نعم، مباراة بدون توقف، مباراة برتم حماسي، بهجمة، ولكن هجمات قليلة. أكيد نذكر الإحصائيات بالهجمات. تمرير، جول الزوراء يحضر في الأوقات القاتلة، يحضر في المواعيد الكبرى. الزوراء بهدف قاتل فعلها الجزائري، فعلها الهواري طويل، وسجل الهدف الأول، وسجل الهدف القاتل. نعم، الأكثر
وصولا إلى المرمى. كان يطالب زملائه بإيصال الكرات على الرأس عندما كان يتواجد في منطقة العمليات. يخطف الكرة ثعلب في منطقة العمليات، يخطف الكرة بعرضية علام هاوي البديل. الله الله، هدف أول للزوراء. نعم، هريم تحسين الأفضل في المباراة بالنسبة لأربيل على مستوى خط الدفاع، قدم مستوى رائع، ولكن في اللحظات الأخيرة أرهق هذا اللاعب من متابعة الهواري طويل، وبالتالي لا نعرف من أين ظهر، خطف، سجل، ضمن 3 نقاط لمصلحة النوارس. الزوراء يتقدم، الزوراء يسجل في هذه اللحظات 1-0. علام هاوي البديل لحيدر أحمد حكم اللقاء يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلا للضاع. الجماهير حتى قبل الهدف كانت متفائلة، تهتف، تساند، تشجع، نعم، وكأنها تمر بإحساس غريب بأن هنالك هدف قادم. إذا الهواري طويل يضيف هدف الخامس في الدوري هذا الموسم. كرة تعود، الإبعاد الجزائري، هل يهدي الزوراء 3 نقاط ثمينة من أمام أربيل تصل وتعود لفائدة فريق نادي أربيل. هذا الهواري، هذا الخطير الطويل، الله على كرة، نعم، يختطف من خلالها أول أهداف هذا اللقاء. نعم، صمنا ب90 دقيقة صيام بدون أهداف حتى جاء الجزائري وبكرة علام هاوي. من هنالك كارت أصفر على اللاعب أوكام هاشم، يتحصل على الكارت الأصفر الثالث طبعا للاعبي فريق نادي أربيل بعد اللاعب حمزة محمد وكوسترت بايز. ويأتي الآن أوكام هاشم، تعود الكرة لعلام هاوي، عرضية ولكن سهلة بأحضان حارس المرمى. الزوراء بانتظار مباراة القوى الجوية والشرطة غدا إن شاء الله. الآن الزوراء يرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا، نعم، ب18 نقطة. والأعلام الزورائية النوارس تحلق في استاد الشعب الدولي على حساب الأصفر إلى حد الآن. نعم، بانتظار طبعا مباراة نفط الوسط والنجف لحساب أيضا اليوم الأول من الجولة الثامنة في المباراة القادمة إن شاء الله على شاشة قناة شباب سبورت HD1. نعم، 1-0 للزوراء ب18 نقطة لحد الآن. يسجل هدف، نعم، رقم 11 هذا الموسم ب7 مباريات من أصل 8. تعود الكرة في منتصف الميدان، محاولة تقطع وتعود، أو ب7 مباريات يلعبها الآن الزوراء، والمفروض هذه مباراة الثامنة، ولكن لديه مباراة بعد ديوانية مؤجلة، لا يمكن أن ننسى هذا. تعود الكرة لأربيل من أجل التعديل، من أجل أن لا يفرح الزوراء بنقاط المباراة. هكذا يفكر رفاق التونسي طارق جرايا. الكرة تعود ولكن تبعد الكرة راية عن طريق الهواري طويل. نعم، صاحب الهدف أيها الأحبة في كل مكان، صافرة حكم اللقاء يوسف سعيد تسطح هنا في استاد الشعب لتعلن عن نهاية هذا اللقاء بانتصار الزوراء بهدف الهواري الطويل، الهدف القاتل في الدقيقة 90. نعم، يهدي النوارس 3 نقاط ثمينة جدا يرتقي بها الزوراء مؤقتا في المركز الثالث. أيها الأحبة، شكرا لكم
على حسن المتابعة والإنصات. نعم أيها الأحبة، كان معكم عباس الزرقاني، عسى وأن نلتقي وإياكم في مواعيد أخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.